احنا لا نريد وزارة داخلية ولا أي شيء آخر، لكن أنا أعتقد بأن هكذا مناصب مهمة عندما لا ليش هو مسؤول عن أمن بغداد وزير الداخلية؟ عمليات بغداد مسؤول عن أمن بغداد، الداخلية شو لها علاقة؟ دعني أكمل أستاذ أحمد عفوا. يعني وزير الداخلية يعني هذه شماعة تلقى على أن وزير الداخلية ليس لديه في يعني الأمور أو ليس لديه قيادة الأجهزة الأمنية داخل عمليات بغداد، ونعم وقائد عمليات بغداد أيضا يجب أن يعاقب ويجب أن يحاسب، لأن هذه الدماء التي تسيل الآن في مدينة الصدر وفي بعض المناطق هي ليست من ورق وليست دمى، هذه دماء ناس هم مسؤوليتهم وذنبهم بأنهم مواطنين يعطون حمايتهم إلى الدولة والأجهزة الأمنية. فأما أن تكون الدولة قادرة على حمايتهم أو بصراحة أنا رأيي الشخصي أقول على أبناء مدينة الصدر أن يحموا مدينتهم، كفانا لعبا بدمائهم، عليهم أن يعوا بأن مدينتهم تستهدف من قبل الإرهاب ومن قبل الحاقدين على هذه المدينة الصابرة المجاهدة، وبالتالي مسؤولية أبناء المدينة أن يحموا. هذا مو بس رأيك الشخصي، عفوا دكتور عقيل، احنا اليوم اطلعنا على بيان مقتضب يعني منشور على الصفحة اللي يقال إنها صفحة مقربة جدا من السيد الصدر، أيضا مطالب أبناء مدينة الصدر بحماية أنفسهم. يعني نقدر نقرأ هذا على أنه استعداد أو إيعاز لسرايا السلام أن تأخذ محل القوات الأمنية الرسمية؟ لا حقيقة أنا لم أطلع على ما تفضلت به جنابك، ولكن أنا يمكن تعرف بأنني يعني هذا كان التصريح يعني منذ بدء التفجيرات في هذا اليوم، لأن لا يمكن أن نصبر ويعني تستكين الإرادة الجماهيرية العراقية في مدينة الصدر أو في مدينة أخرى على أن الإرهاب الداعشي يستغل التفاقمات السياسية. وأنا بصراحة أيضا يعني أعرج على الملف السياسي المتهرئ في الوضع العراقي، يعني أعتقد برلمان من الاستكانة والانقسام بهذا يجب أن لا يكون، يعني إما أن يكون برلمانا قادرا على إدارة الملف السياسي وتحمل المسؤولية ويجتمع، لابد أن يكون غدا جلسة لمجلس النواب يا أخي، دماء تسال ومجلس النواب هذا يريد نازحين وهذا يريد اتفاقات وهذا ما أعرف يريد وهذا يريد يرجعنا المادة 140 وهذا يطالب بحصص، وفتحنا كل الملفات. الملف العاقل وكان ملف الكابينة الوزارية وحدثت ما حدث، وبالتالي اليوم نحن مدعوون لأن هنالك دماء وهنالك انتفاضة شعبية غاضبة ضد الوضع السياسي والوضع الأمني المتهرئ في البلد، وبالتالي مجلس النواب يجب أن يرسل رسالة طمأنينة إلى أبناء الشعب العراقي، يجب أن يلتئم غدا مجلس النواب أو بعد غد حتى يقول لهم بأننا نستشعر هذه الدماء ونكون على قدر المسؤولية وسنناقش مثل هكذا أمور، نستدعي السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع قائد عمليات بغداد ونحاسبهم على مثل هذه المشاكل التي تحدث على الواقع الأمني في بغداد. جيد، يجوز نفوت بالسياسة، بس خلينا هسه بالوضع الأمني. وشنو إذا قررت الفصائل المسلحة أن تحمي ناسها؟ سرايا السلام قال لك هذا جمهوري مدينة الصدر، بغداد كذا، الشعب، شرق القناة كلها تقريبا جمهوري بيها، ونزلت سرايا السلام ونزلت قوات أخرى ونزلت بدر ونزلت غيرها وعافت جبهات ونزلت تحمي ناسها ببغداد. شنو بعد؟ ظلت عندنا دولة؟ ظلت عندنا دولة؟ هو أصلا إحنا عندنا دولة الآن. برك من قناتك وبلقاء وياك قلت لك إحنا أمام مفترق خطير قبل أشهر عديدة بين الدولة واللا دولة، وده توضح تدريجيا معالم اللا دولة. هذا واقع حال نعيشه، احنا متجهين للا دولة. انا اليوم انه من تنزل قوات مو تابعه للسلطه ومو تابعه للدوله للاجهزه الامنيه، هذا اعتراف بفشل الدوله. شو تسوي؟ تريد تحمي؟ انا ما دا انكر، انا ما دا امنع انه الاخرين، انا ما دا امنع انه احد يحمي نفسه، بس هذا اعتراف ضمني انه احنا ماشيين للا دوله. لا مصداق، مو بس اعتراف، مصداق للا دوله. للا دوله. علينا حل المشكله احنا يا اخوان. موضوع أي مشكلة؟ أمنية سياسية. أمنية سياسية. أمنية سياسية. زين. مشكلة مركبة. أمنية سياسية محلية إقليمية. زين. احنا مشكلتنا مو مشكلتنا وحدنا، احنا نعاني من تداعيات المنطقة بالكامل. لازم نوصل إلى مرحلة قرار سياسي، لازم تتنازل الكتل السياسية عن السقوف العالية. نصل إلى مرحلة الحوار. أنا هسه اليوم أدفع دم وأنا في منتصف الدورة. أعرف إيش راح يصير منها نهاية الدورة؟ العراق لا يدار بلغة اللغة اللي اليوم دا يندار بها. البلد يحتاج إلى قادة قادرين على المضي إلى الأمام. أنا وجهة نظري اللي حكيتها سابقا في قناتك وأحكيها اليوم رئيس الوزراء بالطريقة اللي دا يدير بها الملف غير قادر لا على الملف الأمني ولا على الملف الاقتصادي ولا على الملف السياسي. احنا مشكلتنا اليوم بالبرلمان. يا اخي استاذ محمد، صدعت روسنا بعدم قناعتكم برئيس الوزراء، صدعت روسنا صار سنتين، كل الكتل السياسيه بعدم قناعتكم برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه،
اثبتت السنين والايام انه ما قادرين او ما تردون او ما اعرف. احنا ما لنا حق التغيير. خلص احنا ما لنا حق التغيير. احنا ما لنا حق نائب عن العراق. ما قدرتوا تغيرون. نعم انا نائب عن العراق. لكن قدرتوا تعرقلون اجراءات. عفوا لا عفوا قدرتوا تعرقلون اجراءاته. قدرتوا توقفون قدامه في رغبته بان يجيب كابينه وزاريه رشيقه مرتبه يعرف يشتغل وياها. منو متمسك بالوزراء الامنيين؟ منو طالب بتغيير الوزراء الامنيين؟ اول من طالب بتغيير الوزراء الامنيين تحالف القوى العراقيه. وقال لا انا مصر على البقاء بالوزراء الامنيين. وبالجلسه اللي كان موجود بيها اخر جلسه اللي صار تصويت على 5 وزراء قال انا انتم اعطيتوني تخويل او وافقتوا على التغيير الوزاري عدا الوزارات الامنيه. اكدنا له قلنا له من ضمنها الوزارات. ايش قد يتحمل العبادي؟ ايش قد يتحمل العبادي كقائد عام للقوات المسلحه ما حصل اليوم؟ انا وجهه نظري الوحده بامرها كل المسؤوليه يحملها القائد العام للقوات المسلحه. دكتور عقيل ايش قد يتحمل العبادي ما حصل اليوم؟ يعني اكيد هو قائد عام للقوات المسلحه، وانا قلت لك من قناتك الكريمه انا في نظري الخاص يعني قناعتي الخاصه بان السيد العبادي غير قادر على اداره البلاد في مثل هذه الازمه، لا سياسيا ولا امنيا، يعني هذا رايي الشخصي. لازم لا قدرنا العبادي قدر العراقيين. لا ليس قدر، لازم يكمل الدوره. لا عفوا فتعاونوا وياه وفضوها الناس جايه تتذبح بالشارع. لا عفوا يعني نحن متعاونين، يعني انت جنابك تعرف يعني لم نعطي لاحد تفويضا ولا دعما ولا اسنادا مثل ما اعطي للسيد العبادي، ولكن واضح اليوم في البيانات وغيرها لان السيد العبادي غير قادر على اداره هذا الملف. وايضا الكتل السياسيه بصراحه عندما علمت بان السيد العبادي يعني غير قادر على اداره مثل هذا الملف استغلت هذا الضعف حتى تعرقل الكابينه الوزاريه ولا تمررها او تمررها بشروطها ولا تاتي بتكنوقراط. لنكون واضحين يعني فاصبح بين نارين. الاحرار مثلا فاصبحت بين نارين. اصبح بين نارين، بين امن يمضي بدون الكتل السياسيه ولا يحصل على تصويت داخل مجلس النواب، او ان ياتي يجب ان ياخذ يعني راي الكتل السياسيه ويعطوا اسماء للكابينه الوزاريه وهو ما رفضناه، وبالتالي هو وقع بين نارين. الكتل السياسيه اليوم هي من تقدم تنازل، إذ ما ارادت ان تبني دوله حقيقيه هي لابد ان تتنازل يعني وتغير هذه الوجوه. اذا باجحاف انه اجحاف انه تحميله 100% مسؤوليه ما لا يتحمل 100%، هو مسؤول نعم، لا نفرغه من اطار المسؤوليه، ولكن ايضا الكتل السياسيه، وانت ترى الان المشكله السياسيه في البلد متفاقمه، المشكله الامنيه، المشكله الاقتصاديه، ويتغنون بملفات لم تكن مطروحه قبل 30/4. هذا ان دل على شيء يدل على ان الكتل السياسيه باتت تريد ان تضغط على رئاسه الوزراء بأننا شرطنا للعودة وانعقاد الجلسة كأنها منا على أبناء الشعب العراقي يجب أن تحل مثل هذه الملفات. أنا أعتقد بأننا الآن مجلس النواب يلعب بالنار. يجب على الكتل السياسية أن تلسأ كل أوراقها واستحقاقاتها وتذهب إلى عقد جلسة كيفما كانت هذه الجلسة. الآن الشعب يريد مجلس النواب أن يلتئم ويناقش ما يجري على الساحة العراقية أمنيا وسياسيا. اللي يشوف الشعب ما له علاقة بمجلس النواب، يعني ما اقدر احكي حكايه هسه بالجو انه الشعب يريد يصير بمجلس النواب. يعني منو قال لك الشعب يريد مجلس النواب ان يلتئم؟ منو ما اعرف وين جبت هاي النتيجه. لا اكيد استاذ احمد، الشعب فوض اعضاء انتخبهم لاداره الملف السياسي، وبالتالي اليوم جمهوركم السياسي يجوز يريد التئام مجلس النواب، جمهوركم السياسي اللي ما يشكل غير 10% من الشعب، يعني كلكم يعني. يا اخي اذا كان لا يشكل 10% من الشعب لماذا خائفين؟ لماذا كل هذه التصريحات التي تطلق؟ لماذا كل هذا العبء والاشكاليات التي تلقى على كما تقول جمهورنا الموجود في الساحه؟ لتكن هذه 90% هي قادره على اداره الملف الامني والسياسي والاقتصادي في البلد، ونحن نعينهم على ذلك. اما انهم لا يريدون إدارة الدولة وبنائها ولا يساعدوننا في إدارة مثل هكذا ملفات، فهذا ترجيح بلا مرجح. ماذا نفعل؟ يعني نحن وصلنا إلى نقاط تكاد تكون مفترقة للأسف الشديد مع بعض الشركاء. الآن اليوم الكل يتغنى على أنه جعلنا في موقع لا نحسد عليه. نحن نريد أن نبني دولة لا يساعدوننا، نريد أن نأتي بكابينة تكنوقراط لا يعيننا على ذلك، نريد أن يلتئم البرلمان يضعون شروطا تعجيزية على الأعضاء والكتل وعلى رئاسة الوزراء. وبالتالي أنا أيضا من هذا المنبر المن إشارتك، هاي إشارتك واضحة. المن لا الكتل السياسية، الأخوة في اتحاد القوى أيضا وضعوا شروط لم تكن بالحسبان. الأخوة في التحالف الكردستاني بدأوا يفتحون ملفات لم تكن مطروحة على مدى سنين. يحضرون المجلس التيار الصدري، يحضرون مجلس النواب بدون تعديل وزاري؟ خلينا نناقش الملف الامني.
واضح. جيد. خذ سؤال. نعم، لا واضح، سأجيبك. الهدف الرئيسي الذي نعتقد في بناء الدولة وما حدثت عليه المشكلة، والأستاذ محمد يعرف بأن الكتل تنصلت عثر من هذا الأمر، تعتقد بأن في الحكومة التكنوقراط هو انهيار لكانتوناتها وجمهورياتها وامبراطورياتها. هذه الأرقام التي لديها كل الكتل السياسية، كل الكتل، نحن جمدنا أرقامنا بصريح العبارة. كل الكتل السياسية الآن لا تريد أن تجمد أو تصفر أرقامها السياسية، إذن وتأتي بحكومة تكنوقراط. واضح. انسوا التكنوقراط، انسوا الظرف المغلق، انسوا أسماء لجنة ال 18 مالتكم، انسوها وتعالوا إذا هذا الحرص موجود كتلة الأحرار. أتماشى معك ولو جدلا نتنزل. هل باستطاعة هيئة الرئاسة الموقرة الشرعية تحت 3 خطوط حمر، هل تستطيع أن تلائم البرلمان وتعقد جلسة؟ خلي يجاوب الأستاذ محمد. خذ سؤال. هسه بيان 4 كلمات من سيد مقتدى، خلاص نسينا ومروا التكنوقراط اجتمعوا. أني أنتمي لكتلة من 11 نائب ما لها وزير بحكومة السيد حيدر العبادي من 2014 ولغاية اليوم. يعني ما عندي شيء متمسك به بالكابينة الوزارية للسيد حيدر العبادي. أنا من كتلة ما عندها، خاف التيار الصدري. أستاذ محمد حركت تتجاوب جلسة التصويت على الوزراء. اسمح لي. خاف التيار الصدري كان عندهم وزراء 3 علقوا حضورهم. أنا اليوم ما لي مصلحة سياسية. لا أستاذ محمد أنت تعرف جيدا بأن التيار الصدري ليس لديه وزراء. علق، أنا قلت علق. لا ليس علق، لا قدموا استقالاتهم ولا يوجد لدينا أي وزير في الحكومة. خلينا نكمل وجهة نظره وبعدين نعلق عليه. عمليا أنه أنا ما محافظ على استحقاق انتخابي من خلال الوزير المعني. فهسه اي طرح نطرحه المفروض يسمعوا من عندنا الاخرين، لان احنا ما جايين باللغه اللي حكى بها الاستاذ عقيل انه احنا اكو كتل تدافع عن استحقاقاتها الانتخابيه بداخل الكابينه الوزاريه. انا بلا استحقاق انتخابي، فاتمنى من الاخرين ان يسمعونا. زين. قال لك الموضوع اذا انا اتنازل واجي، يقدر يجمع السيد رئيس مجلس النواب الشرعي تحت 3 خطوط خلاها، يقدر يجمع البقيه. يقول لك المشكله مو يمي، معناها جاي يقول لك مشكله مو يمي. اذا سيد رئيس مجلس النواب وهيئه الرئاسه غير شرعيه، ليش سوينا جلسه ثانيه واقلنا 5 وزراء واليوم مجلس الوزراء متوقف او مو متوقف؟ يعني خلينا نقول النصاب صار بالوكاله حسب ما سواء سيد رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع الاخير. مشكلتنا مو مشكلتنا اليوم، مو مشكلتنا انه نعقد جلسه لو ما نعقد. لا مشكلتنا نعقد جلسه. اسمح لي انا احكي عن المشكله الامنيه. القائد العام للقوات المسلحه بيده صلاحيات عزل وتعيين جميع القاده الامنيين في كل انحاء العراق، في بغداد وفي باقي المحافظات عدا اقليم كردستان. شنو دور مجلس النواب وشنو سلطه مجلس النواب على قائد عمليات بغداد؟ اليوم اذا قائد عمليات شنو اللي انا مسويها هسه معرقله للقائد العام للقوات المسلحه؟ ليش عقد جلسه واستجوب رئيس الوزراء. عقد جلسه واستجوب رئيس الوزراء. اسمح لي احنا راح بعدين اروح بالجنبه السياسيه. بالجنبه الامنيه اليوم اذا صار خرق امني في مدينه الصدر او صار بالعامريه او صار بالمنصور، مسؤول من عليه النائب لو مسؤول عليه الجهاز الامني والتنفيذي، المؤسسه الحكوميه المؤسسه التنفيذيه. اخي لازم نعزل بين، اسمح لي استاذ احمد، بين التشريع، خلي المواطن يفتهم، بين التشريعي وبين التنفيذي. دور التنفيذي دور التشريعي دوره رقابي. ومن يختار التنفيذي؟ من يحاسبه؟ اسمح لي باكر نريد نجيب السيد رئيس مجلس الوزراء، نجيبه ندخله لمجلس النواب باستجواب على الملف الامني. راح تحضر الكتل السياسيه، راح تحضر الكتله الصدريه، راح تحضر الكتل الاخرى. احنا علينا خلينا نصارح ناسنا، احنا عندنا مشكله سياسيه اليوم، مشكله اسمها التحالف الوطني ما واضح الهويه. قبل يعاب على تحالف القوى العراقيه او ممثلين المكون السني انه ما واضحين التوجه، قياداتهم يمين وقياداتهم يسار. وايضا بالجانب الكردي، اليوم الجانب الكردي من يجي لبغداد يجي موحد واضح الهويه. واحنا في اغلب مفاصلنا عددنا واضح متوحدين. انا اليوم مشكلتي بالتحالف الوطني، التحالف الوطني قراءاته للمشهد مختلفه. يختلف وجهه نظر التيار الصدري عن المجلس الاعلى. دوله القانون الف فصيل بيها. وجهه نظر السيد نوري المالكي تختلف عن وجهه نظر رئيس الوزراء حيدر العبادي. مكونات التحالف الوطني شظت وشظتنا وياها. اليوم هي الكتله الاكبر. الكتله الاكبر بداخل مجلس النواب هي التحالف الوطني، اللي هي قادره على عقد جلسه لمجلس النواب دون الحاجه للاخرين. 180 نائب. اليوم التفجيرات اللي صارت اخوتنا وناسنا واهلنا وعلى رؤوسنا. اسمح لي، اهلنا وناسنا ودمهم عزيز علينا، اقسم بالله ما فرق بين مدينه الصدر وبين الرمادي. لان انا ودكتور عقيل بمجلس النواب في كثير من المفاصل
اني استسر وامون عليه بامور يجوز ما استسرها بواحد من نفس المكونات يعني. بس اليوم المصيبه اللي صارت في مدينه الصدر، المفروض التحالف الوطني يقعد بمجلس النواب ويقول انا 181 نائب اللي على اساسه اخذوا رئاسه الوزراء وعلى اساسه هم الكتله الاكبر، ما اريد ادخل بتفاصيل رئاسه الوزراء، يخلي يجون هم المجلس النواب يقدرون يعقدون جلسه بدون الكرد، يجبروني انا والكردي احضر. جيد دكتور، ليش تحمل المسؤوليه للمكونات الاخرى؟ ليش خاصه انه القتل والذبح جاي يصير بجمهوركم؟ هسه يا اخي نظروا لهم كارقام انتخابيه، لا تنظروا لهم بشر جاي يموت، نظروا لهم كباكر ناخبين يفيدونا يصوتونا، لا تنظروا اليوم عائله من 9 نفرات رايحه بسوق 4000 بالشعب، ام و5 من ابنائها استغفر الله. تفضل. لا عفوا، نحن لا نتاجر بدماء الناس استاذ احمد، ولا نعرف ارقام انتخابيه، قد البعض يعني يعتقد هذا ليس من ديننا ولا كرامتنا ولا انسانيتنا ولا اخلاقنا. انا اقول يعني نفترض جدلا الاستاذ احمد يقول خلي التحالف الوطني يذهب الى البرلمان ويعقد، يعني 180 يقدر يعقد جلسه. صحيح. تقبل احنا نروح نعقد جلسه بدون ما نناقش شروط الاخوه الكرد او نناقش متطلبات اخوه تحالف القوى؟ يعني نقول لهم ما عندنا الان لا نناقش اي ملف، الان الملف الامني سنعقد جلسه ولا تفاوضونا على اي ملف. لا من باب عفوا لا من باب انه رئيس الوزراء مرشحكم، لا عفوا، من باب اغلب القيادات الامنيه مرشحيكم، لا من باب انه جمهوركم اللي جاي ينذبح. نحن نتحدث عن مجلس النواب، اذ ما التحالف الوطني قرر 180 ذهب قرر عقد اجتماع وقال سنذهب إلى مجلس النواب ولا نناقش أي كتلة فيما تطرحه من شروط أو أولويات مسبقات لعقد الجلسة. اجتمعتوا معتصمين، اجتمعتوا سويتوا اللي تريدوا، قلتوا احنا قلنا هيئة رئاسة وقلنا اجتمعوا على الدم العراقي. لا استاذ محمد، لا ملفات هاي كبيره يحتاج انا وياك نناقش بها بغير وقت. يعني معتصمين انا تدري بها كل زين، انا الى الان انا كعقيل عبد الحسين لا اعتقد في هيئه الرئاسه شرعيه بصراحه. اجي لك لكتله الاحرار قد يكون راي وانا احترمه، لكن انا ما اعتقد ان سليم رئيس مجلس النواب، ومو من حقه اليوم خالف القانون والدستور بوجوده وبتصريحاته وبتمديد الفصل التشريعي، يعني هذا واضح. لكن نحن ليش خالف الدستور؟ ليش واضح لا يحق لرئيس مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي، يطلب الماده 34 رابعا من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 58 ثانيا يقول بطلب، والطلب 10 سنوات الآن عمر الدورات البرلمانية، في كل فصل تشريعي يطلب هيئة الرئاسة من أعضاء مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي ويتم التصويت عليه. ما فد يوم بهالدورات هاي مدد الهيئة الرئاسية مددت بقرار من عندها أبدا أستاذ أحمد أبدا لم تحدد. وأنا أكمل أستاذ أحمد عفوا. وبالتالي الآن ليس التحالف الوطني، نعم أنا أنظر إلى التحالف الوطني على أنه يحتاج إلى لملمة أوراقه وإعادة، ولدينا الكثير من التحفظات والنقاط على التحالف الوطني، لكن أنا أقول مجلس النواب كنائب، أنا أتحدث ليس ككتل، كنواب معبرين عن أبناء الشعب العراقي وإرادتهم وتمثيلهم، هل يستطيعون الآن المضي غدا لعقد جلسة بدون الحديث عن أي شروط ودعايات انتخابية وملفات سابقة واحتقانات كانت يعني أنت جاوبنا على السؤال، قناعتك يقدرون لو ما يقدرون؟ لا يستطيعون، لأن هنالك تمثالية للشخوص وصنمية للأشخاص عندهم، وهنالك ملفات تزرق بين حين وآخر في مثل هكذا أمور تحصل بالبلد. كل شيء بكيج وسلات وبالموازنة وبقانون العفو وكل القوانين الحساسة والمهمة في إدارة وبنية العملية السياسية، تكون هنالك معرقلات من بعض الكتل السياسية تضع العصا في العجلة، إلا أن تنفذ شروطي وإلا سوف لن أكمل النصاب. وأستاذ محمد يتفق وياي، إحنا الآن ما نتحدث عن غلبة سياسية أو تمويل على أبواب الشعب العراقي. واضح. محمد اليوم إذا تقرأ بيان المحكمة الاتحادية أو رسالة المحكمة الاتحادية تشوف أنه موضوع الحسم عن طريق القضاء يأخذ وقت، إجراءات طبيعية وفق النظام الداخلي وفق القانون مال المحكمة الاتحادية، لازم يبلغ ورا 15 يوم لازم يجاوب، بعدين يحدد موعد المرافعة، مرافعة يجون الطرفين، يعني شغلة طويلة مال القضاء. أنا ما أنتظر قرار المحكمة الاتحادية ويقعد هسه مجلس نواب ويحاسب لي قائد عام القوات المسلحة وقادة فرق وقادة عمليات، يعني هاي طويلة. يعني الحل سياسي، ويبدو الحل يعني في غالبيته يمكن من اتحاد القوى. بصراحة التجرد من كل شيء هذا ما يعني استشعر به رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة. قرار تمديد الفصل التشريعي للضرورة الملحة، معقولة سليم الجبوري لو همام حمودي لو آرام الشيخ محمد حريصين على الدم العراقي أكثر من عندنا؟ ما نقبل. زين. هاي واحد. اثنين، تمديد الفصل التشريعي العرف البرلماني هو معمول به طيلة الدورة الماضية برئاسة السيد النجيفي،
يمدد من هيئة الرئاسة، يمدد الفصل التشريعي، وبإمكانك الرجوع إلى كل جلسات مجلس النواب للدورة الماضية، حرصا من هيئة الرئاسة وحرصا منا جميعا على ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب للتداعيات الأمنية الخطيرة اللي يتعرض لها العراق اليوم، حرمة الدم العراقي اللي تنتهك يمينا ويسار. وكتحالف قوى عراقية احنا ما عندنا شروط على السيد رئيس الوزراء ولا على الحكومة العراقية. أنا ذكرت رئيس الوزراء، قلت له يا رئيس الوزراء استقطعوا رواتب من كل أبناء الشعب العراقي وتقسمت 60% للحشد و40% للنازحين، ليش انصرفت مال الحشد ما انصرفت مال النازحين؟ قال أنا بلغت بها قبل أسبوعين وراح أأكد عليها مجلس الوزراء، وبالفعل أكد عليها اليوم. أنا ما عندي شروط للعودة، أنا أكو التزامات حكومية ذكرت عسى أن تنفع الذكرى. باكر أنا أقعد بمجلس النواب إذا أخواننا بالتحالف الوطني موجودين، احنا طيلة هذا الأسبوع موجودين في بغداد، والأسبوع القادم موجودين في بغداد، مو دفاعا عن هيئة الرئاسة ولا دفاعا عن سليم الجبوري. مجلس النواب هو لكل العراقيين. احنا بالنسبة لنا حاضرين، واحنا بالنسبة لنا حاضرين لاستجواب القائد العام للقوات المسلحة، حاضرين لاستجواب القادة الأمنيين، حاضرين لفتح الملف الأمني على أوسع أبوابه. ونتمنى من اخواننا بالتحالف الوطني خلينا نسوي جلسه للتداعيات الامنيه، بس ما حاضرين عفوا ما حاضرين للتنازل عن رئاسه سليم الجبوري لمجلس النواب. اخي انا بالنسبه اللي اكو عندنا 100 نائب يقول لك انا ما اجي، ما دام سليم الجبوري الرئيس ما اجي. زين خليه يجي يحل الموضوع الامني وبعدين يروح بالانتظر قرار المحكمه. ب10 ثواني وخذها من وقتي. انا اسال الاستاذ محمد، اذا أردنا أن يلتئم البرلمان العراقي والأخوة المحتصمون ولهم كل الاحترام والإرادة، قالوا سنذهب معكم لعقد الجلسة لأننا نريد أن نشارك في صناعة القرار، ولكن لا يترأس هيئة الرئاسة الجلسة. مو المشكلة مو أكو أكثر من دول 100 أهمين، أكو آخرين يقول لك إحنا ما نروح وموجود حيدر العبادي. الحل لا، شو العلاقة حيدر العبادي؟ نحن نتحدث عن احنا يقول لك ما ابقى مؤسستنا التشريعية. أنا ما أدخل مؤسستنا التشريعية. الدولة بنظام السلطة التنفيذية وبنظام السلطة التشريعية. هذا اللي تحدثت عنه أنا، سياسة كسر الإيرادات اللي تحدثت عنها قبل شوي. سياسة كسر الإيرادات أستاذ عقيل، سياسة كسر الإيرادات مو تفرض إرادتك على آخرين. ما تفرض، بالعكس أنا جاي أقول الأخوة المحتصمين يقول لك تنازل عن يوم واحد هيئة الرئاسة خاطر يلتئم البرلمان كل أعضاء. يعني مشكلة العراق ومشكلة الدم العراقي تنتهي بعدم حضور سليم الجبوري لجلسة واحدة؟ يعني مشكلة الدم اللي هسه دا يصير يمين ويسار ما نتنازل عنه الى ان يطلع قرار المحكمه. اخي المشكله بالعراق استاذ عقيل، استاذ كمان خلصت 10 ثواني استاذ عقيل عفوا. انا مشكلتي من عام 2003 ولغايه اليوم، يعني احكي بكل وضوح وبكل صراحه، الحكومه تدار من اخواننا بالتحالف الوطني. من 2003 لغايه اليوم ما قدرتوا تضبطوا لكم سيطره، ما قدرتوا تضبطوا لكم ملف امني، ما قدرتوا تنجحون. نعم اكو ارهاب اعمى واجا من مناطقي واحنا ما نتحمل مسؤوليتهم. انا هم مواطن بالانبار، انا هم مواطن حالي حال مواطن مدينه صدر وبالنجف وبكربلاء وفي كل مكان، انا هم تعرضت للارهاب 13 سنه. 13 سنه ابنائي راحوا والشرطه راحوا وما يوميا انطي دم، واليوم دا يصير دم ببغداد دا يروحون به الكل، ولحد هاي اللحظه بدياله التفجير بالمقهى يروحون بيمين ويسار من اخواننا السنه من السنه والشيعه. يعني طيله 13 سنه اليوم صار العلاج انه سليم الجبوري مرشح تحالف القوى العراقيه، هذا صار حل المشكله العراقيه. انا اقول لك اذا حل المشكله العراقيه بغياب سليم الجبوري وبغياب كل المكون السني، احنا راح نكون ايثارنا اكثر من الاخرين ونقول حرمه الدم العراقي قبل كل شيء ونوخر كنا من مجلس النواب. دكتور عقيل، هذا الحل بهذا الامر. دكتور عقيل، نعم استاذ احمد تفضل حضرتك. لا عفوا، لا استاذ محمد انت يعني بس جمله بليغه واعتراف بليغ. نعم صحيح، انتم يا المكون الشيعي لازمين السلطه ولازمين اهم المفاصل 13 سنه وتتحملون كل هذا الفشل في بناء الدوله، هسه تردون تعصبونها براس سليم الجبوري؟ لا شوف استاذ احمد، يعني الحكومه مو كلها شيعه. نعم هي قسمت، يعني انا فشل البرلمان الان احب الى الاخوه السنه. انا وياك، لا وياك، انا ما اجامل استاذ محمد. منصب رئاسه الوزراء تدري بي اغلبيه برلمانيه، اهم المناصب السياسيه، وزارتين او ثلاثه من الوزارات السياديه، وكالات الوزارات، جهاز المخابرات، الداخليه، شرطي بسيطره ما عندنا المكونات ببغداد. لا تقول لي المكون الاكبر هذا، لا تقول لي الطبقه السياسيه الشيعيه اللي حكمت من 2003 لحد الان ما تتحمل مسؤوليه ما جرى. لا انا لو ثنيت الوساده يعني ما اعرف، يعني على كل يحتفظ بها التاريخ والله. تفضل. لا استاذ احمد عزيزي، استاذ محمد يعرف، يعني احنا الان من نصور المشهد على ان هذا الاسلام الشيعي هو القائد للدوله العراقيه وهو يتحمل كل التركات، احنا لا نتنصل عن الموضوع. يعني نعم رئيس الوزراء شيعي، بس اقول لك الفشل البرلماني يتحملوه للسنه، لا يتحمل سليم الجبوري. شو له علاقه السنه؟ سنه نائب مثلي انا وياه قاعد. سليم الجبوري شخص اسند اليه مهمه،
الآن تسند من التحالف الوطني رئاسة الوزراء، إذ ما أحسن أثبناه وساعدناه، إذ ما أساء استجوبناه وأقلناه. نفس الشيء بالنسبة لرئاسة مجلس النواب. يعني من يقول أستاذ محمد نتنازل عن حصة المكون السني، يا أخي ليش هذا التقزيم للمكون السني الكريم بشخص أنا ما أقول نتنازل عن حصة المكون السني، أنت قلت إذا حل المشكلة بمغادرة سليم نغادر كنا وياه. ليش يا أخي أنا أقول المشكلة شخصية مع سليم. لا عفوا، مثل ما أنت مشلب بالعباد. لا ما أنت مشلب بالعباد، هو شوف المشكلة بالعباد. أنا وياك أستاذ محمد، إذا تعتقد أن المشكلة الأمنية في العراق بإقالة العبادي، والله وبالله وتالله سأصوت معك في إقالة العبادي. أسألك بالله، المشكلة الأمنية يتحملها نعم. سليم؟ بس اسمح لي سليم يتحمل تركة كبيرة في دهائه بعرقلة عمل مجلس النواب وعدم المضي بالتصويت على الكابينة التي يعني بضعت، وبالتالي حدث ما حدث داخل مجلس النواب. لا يمكن أن نقفز على الواقع، وأنت تعلم بذلك. استحقاقات الكتل وتمسكها قاد إلى عدم تمرير الكابينة بشكل عام، ووصل الحال إلى ما وصلنا عليه. أنا لا أقول بأن نرفض يعني استحقاق المكونات، لكن أقول لا تعصبوا كل إخوانكم السنة الأكرام بشخص سليم الجبوري، ولا تحصبوا حكم الشيعة كما يقال بشخص رئيس الوزراء. أنا أذهب معك إذ ما كان هو، وأعتقد أنا شخصيا وأكررها للمرة الثانية، أنا أعتقد بأنه غير قادر، ونمضي أنا معك شخصيا، أنا سأصوت على إقالته. لكن لا أسمح لأحد أن يقول بأن الشيعة هم دمروا العراق وفشلوا، لا على سبيل المواءمة أو التمذهب، لكن لنضع أن الأمور في نصابها. أنت شاركت في بناء الدولة واستحقاقاتك خذتها، وإلى الآن تفرض عليه هذه الاستحقاقات، وبالتالي تتحمل ليش الخلافات عفوا الخلافات الداخلية الشيعية داخل التحالف الوطني ما نعم. كانت السبب في كثير من الأزمات اللي مرينا بها طيلة 13 سنة؟ طبعا ويعابون ويلامون، وبالتالي نحن لم نكن مجاملين لهم بتاتا. وأنا أقول لك، وأنا أكثر واحد صريح، يمكن هاي صراحتي تكلفني ثمن الكثير، يعني أنا أقول لك يعني حزب الدعوة أفرغ الدولة من محتواها برئاسته، والآن يريد أن يلفظها كما يلفظ السم من سم المريض. والأخوة في كتلة المواطن يعني يمررون ما يريدون بذكاء وبهدوء. وبعض الكتل السياسية داخل بس التيار الصدري وجمهور التيار الصدري ما عنده شيء، وصار له 3 أشهر أو 4 أشهر ما كمل، مخلي القوات الأمنية واقفة على تك رجل 24 ساعة، وبالنتيجة هذا التعب اللي وصلت القوات الأمنية قدرت تنفذ من خلال داعش. بس التيار الصدري وجمهوره لا، كل شيء ما مسوي. ما كملت أنا ما كملت أستاذ أحمد. أنا أعتقد نحن لا نتنصل من مسؤوليتنا في بناء الدولة العراقية، لكن ليأتي أحد ويقول بأن ما طرحناه لم يكن موافقا لآراء أبناء الشعب العراقي. أنت الآن شخص إعلامي معروف وكريم، لو أقول لك هل تريد أن نستبدل الوجوه الحزبية بشخصيات تكنوقراط قادرة على إدارة البلاد؟ أنا أعتقد بأنك ستمضي معي في ذلك. وبالتالي هذا هو هاجس العراقيين، يقولون وزير دفاع، وزير داخلية، وزير صناعة، هذا جوكر لو شخصية سياسية. أنا الآن شخصية اختصاصي لغة إنجليزية، يا أخي ما أعرف أصير وزير للصحة، لأن حزبي يقول لي تعال صير وزير للصحة. ما أقدر أنا أصير. أحترم كياني ووجودي، وأحترم إرادة أبناء الشعب العراقي. يعني الحزب ما صار هذا ملك لأبناء الأحزاب، هذا الشعب العراقي. أنا عندما تقول حصتك إلك يا التيار الصدري، أنا أنطيها الواحد كفو يدير هذا الملف بطريقة صحيحة. أنا ما حارمك من استحقاقك كمكون، لكن أحرمك على أن تجير العراق لصالح حزبك. هذا اللي أنا أمنعك من عنده، وأقف حائلا دون تحقيقه. أنا ما أرغمك بالمناسبة ولا أهددك ولا أمنعك، لكن أنت يجب أن تراعي ذوق الشعب العراقي الذي سئم من شيء اسمه الإسلام السياسي أو الأحزاب أو الكتل أو بين قوسين العملية السياسية. سئموا، وصلنا إلى هذا القرار. لا نريدهم أن ينعلونا على المنابر أو يشتمونا أو يرمونا بالحجارة. أنا أحترم كياني والله. لو كان خلينا فرصة للأستاذ محمد. نعم، خلينا فرصة للأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. يعني ما أعرف وين من أبتدي بصراحة. لا تجينا شلون نطلع من هالمعضله، شلون على الاقل نلم البيت البرلماني، شلون نقدر نلمه بحيث على الاقل يعني انه ردة فعل هاي الارواح اللي راحت اليوم واللي راحت قبل اسبوع. استاذ احمد، وفق هاي الاليه بالطرح نبحث بالاسباب، من نشوف شنو العلاج. طريقه البحث بالاسباب وتشخيص المشكله وكأنه هي عند افراد، انا اعتقد ما راح تنحل المشكله بالعراق نهائي. زين، لو أنا هسه أجي رئيس مجلس النواب مكان سليم الجبوري، دكتور سليم الجبوري، مقامات محفوظة،
لا اسوي نفسه، اجمع الكتل السياسيه اللي انا بالنسبه لي امام كتل سياسيه قاعد بمجلس النواب. السر الاول لمجلس النواب رؤساء كتل سياسيه، والعراق وفق قوائم انتخابيه جت هاي الكتله الكرديه والكتله السنيه بمسمياتها والكتله التحالف الوطني بمسمياتها. زين. اجي عليهم لان هم اللي جابوا رئيس الوزراء، عليهم هم انه يسالون رئيس الوزراء واقول لهم هاي الاليه للتغيير الوزاري، اعرضها عليهم لهم ان يوافقون او يرفضون. كل الكتل السياسيه كانت قاعده برفض الآلية. بس ما تقول لهم عرضوا لي اسماء استاذ محمد، ما تقول لهم قدموا لي اسماء، هذا مو صحيح. مو مشكلتنا استاذ عقيل، الله يخليك انا ما قاطعتك. مو مشكله دكتور سليم الجبوري تشكيل حكومه او تعديل وزاري. مجلس النواب مسؤوليته القبول او الرفض. هاي مشكلة رئيس وزراء، هو يروح يجيب اشخاص وزراء يريد يتوافق سياسيا مع الكتل، ما يريد يتوافق. ليش لحد السيد سليم الجبوري شال القائمه ويفتر بها على الكتل؟ على يا كتل يفتر بيها، يفتر بها على الكتل، اقنعوا بهاي خلى مشيها. ياهو يعني وكانه يا كتل يا كتل يا قائمه منهن، القائمه الظرف المغلق لو وراها. يمكن كلهن، يمكن الاثنين. استاذ احمد انا قاعد بالاجتماع، انا قاعد بالاجتماع يروح يقنع الكتل السياسيه، يقنع يريد يدفع العجله، قعد لم كل رؤساء الكتل السياسيه. مو مهمته هو رئيس الوزراء المفروض يطلع على اي قانون تجتمع الكتل السياسيه؟ على اي موضوع؟ اذا على تعيين قاضي تجتمع الكتل السياسيه، لان هذا تصويت داخل مجلس النواب. وجنابك تعرف اذا فشل المشروع داخل مجلس النواب ما يطرح في نفس الفصل التشريعي، واكو امور ما تتحمل التاخير، لازم تصير نقاشات سياسيه، هذا دور مجلس النواب. هذا بكل العالم دور مجلس النواب. اجتمع الدكتور سليم الجبوري وهيئه الرئاسه بكل الكتل السياسيه. الكتل السياسيه اعلنت رفضها لآلية تقديم الكابينة الوزارية اللي نفسها عرضها السيد العبادي مرة ثانية وما مرت. زين. اكو توافقات سياسية، احنا لا نطفر على التوافقات السياسية، احنا ما نقدر نقفز. انا ما اقدر اجي اليوم اقول انا تحالف القوى العراقية 57 عدد اللي موجودين بالوطنية، اقول وجهة نظري. استاذ العزيز، كل دول العالم بالأنظمة البرلمانية رئيس الحكومة الائتلافية نعم هو اللي يفتر على الكتل يقنعها، مو السيد ما افتر دكتور سليم الجبوري. دكتور سليم الجبوري قاعد بمكتبه في مجلس النواب ودعا الكتل السياسية. دعا الكتل السياسية في مكتبه، قال هاي القائمة وصلتني، وجهة نظركم يا مجلس نواب، يا كتلة سين يا كتلة صاد يا كتلة عين، وكلها اتفقت على انه هاي الكابينة لن تمضي بهذه الطريقة. اسماء هسه الاسماء اللي جتنا اللي موجودة عندنا، تعرف احد من عندهم جنابك اعلامي؟ تعرف احد منهم هل هذا الشخص ناجح فاشل طويل قصير؟ ما نعرف. هاي مسؤولية. انا اعرف 2 3 تصوت عليهم هم ناجحين، 2 3 تصوت عليهم، اثنين اقيلوا، واحد كاد ان يقال لولا نشاطك داخل الجلسه. لا انت عفوا تقول ناجحين اللي اقيلوا لو ناجحين اللي يجوز؟ لا اكو اثنين اقيلوا ناجحين، او يعني واحد اقيل وواحد كاد ان يقال. منو بديل محمد اقبال كان؟ ما اعرف. اثنينهم ما نعرفهم. ما اعرف. اللي في الحزب الاسلامي نسيت اسمها. اي السيده امل القاضي. امل القاضي. نعم. ايهما اكفى؟ اسال امل القاضي، وانا قلتها سابقا، اسال امل القاضي قول ايهما اكفى؟ انت لو محمد اقبال راح تقول لك محمد اقبال. ما اريد ادخل بالتفاصيل لان ما حسب تناقشنا قبل شوي انا والاستاذ عقيل، قال التغيير شامل. انا يروح محمد اقبال يجي سين يجي صاد. انا وجهه نظري بالتنفيذ او بالتمثيل الحكومي، خلي يفتهموه الجميع. انا مو بس اريد انه شلون الوزير ينجح بوزارته، اريد الوزير شلون يقدر يحافظ على استحقاقاتي اللي اتفقنا عليها بورقة الاتفاق السياسي، قانون العفو العام، قانون المساءلة والعدالة، انصاف المكونات، تحرير المناطق، إعادة بناء وإعمار المناطق. أريد يمثلني وجهة نظري السياسية داخل كابينة مجلس الوزراء. هسه اليوم راح يجون وزراء جدد، هم يعرفون شنو الاتفاق السياسي اللي اتفقنا على أساسه وشكلنا الحكومة حتى يروح يناقشوا بداخل كابينة مجلس الوزراء. أخي العراق يمر بمنزلق خطير، العراق يمر بين الدولة واللا دولة ومعالم اللا دولة وضحت. يا أخوان، حل العراق هو بالوصول إلى السقوف الوسطى لحل الأزمة. العراق بحاجة إلى اتفاق سياسي واضح. العراق صار بخرق للدستور يمين ويسار، كل الكتل السياسية من ضمنها الكتلة اللي أنتمي منها والكتلة التحالف الوطني وكتلة التحالف الكردستاني والكتل الأخرى، في بعض المفاصل خرقت الدستور. نحتاج إلى وثيقة جديدة موازية للدستور نقدر نمضي بها بالمرحلة القادمة، وفق ما موجود اليوم وفق ما موجود حاليا. الأزمات راح تتكرر وتتفاقم، ويوميا راح نقعد هنا ويوميا راح نقعد بهذا المكان، لو مشكلة أمنية عندنا لو مشكلة سياسية. مشاكل أمنية سابقة خسرتنا نصف العراق. يقول هذا المكان راح يبقى إذا استمر الوضع هيك شيء؟ يعني مثال يعني ضربته أستاذ أحمد. يا أخي احنا مشكلتنا إخوان، مشكلتنا أنا أعتقد وجهة نظري صح، وجنابك تعتقد وجهة نظرك صح، والأستاذ عقيل يعتقد وجهة نظره صح. ماكو شيء اسمه صح مطلق. أنا علي أقول أريد أدير العراق بالمرحلة القادمة للسنة القادمة، أرسم برنامج، ما أتعامل ما أتعامل مع الأزمة. خلينا نروح على الفيسبوك.
منو عندنا على الفيسبوك أول واحد؟ فائز شاكر، هل أتاكم حديث آل فليس بيت آل فليس في الشعب جبار وفاضل وعواد وجعفر ورحيم وابن عواد وأمهم وحاتم وعقيل، عائلة كاملة عندهم محل مال رقي ودجاج بسوق 4000، استشهدوا 5 منهم و2 من أطفالهم وأمهم، وحاليا 2 بصالة العمليات مصابين، عائلة كاملة انتهت بسبب الإرهاب والأحزاب السياسية. زياد ياسين شريف، منذ عام 2005 والانفجارات تعصف بالشارع العراقي، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بتشكيل مجالس تحقيقية، وبعد يومين كل شيء يعود إلى وضعه الطبيعي. لم نشهد سجن أو محاكمة أي ضابط بسبب الخروقات الأمنية، إنما يتم مكافأته إلى رتبة أعلى. الحكومة العراقية تعلم جيدا أن الشعب العراقي لا يقوم بالثورة ضدها، وإذا لم تستحي افعل ما شئت. مهدي صالح الجيزاني، السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام. في بادئ الأمر كان العبادي ينوي أن يقوم بخطوات وإجراءات لم يجرؤ أحد ممن سبقوه أنه مجرد يفكر بها بسبب ضغوطات المحاصصة وبدعة الاستحقاق الانتخابي، لكن كان مردودها عليه سلبيا عندما تقاعس وتردد كثيرا وخنع للضغوطات الحزبية، حيث دفع الثمن باهظا بسبب ذلك. وأي ثمن تأييد الشارع الذي خرج بكل فئاته تأييدا لتلك الإصلاحات، لكن ما رآه تردد وتراجع انقلب ضده. أما الكتل السياسية فلا جديد بالموضوع، فهذا التراشق مستمر منذ 2003 ولحد الآن، حيث كان بعضها علنيا بين كتلة وأخرى وبعضها خلف الكواليس داخل الكتلة الواحدة، لكن جميعها قد ظهرت للعلن الآن بسبب حالة الهلع التي يمر بها السياسيين في الوقت الحاضر. لذلك عندما نتحدث عن الانهيار لا نعتبر أننا كنا في ظل دولة متكاملة الأركان والثوابت، وفي تصوري هذه بداية النهاية لتلك الأحزاب التي أثبتت فشلها وفسادها بجدارة. من عندنا أحمد عبيد، انهيار أمني كارثي وفشل ذريع، ويجب على العبادي إقالة جميع القيادات الأمنية وتغيير الخطط القديمة الكلاسيكية وتنشيط الجهد الاستخباري. الله يستر علينا، الشعب راح يخلص والأحزاب تتصارع على مكاسبها، الدم العراقي رخيص والقنفة أغلى منه. رسالة من بدون ذكر اسمه، ايش عجب طالب ذكر، من روسيا، خبير عراقي بروسيا. برأيي حيدر العبادي نجح نجاح كبير في مجال الحرب ضد داعش والمجال الاقتصادي، وهو السبب الذي عين لأجله. قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة أصبح على الرئيس الحالي أي يغلق أوراقه ويسلم الملف خالي للرئيس القادم، وهذا ما نشهده من خلال تدهور أوضاع داعش في العراق وسوريا، وقرب تشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وتنازل السعوديين عن حقهم ضد الحوثيين في اليمن. حيدر العبادي كان رجل مرحلة ونجح بكل المقاييس في العبور من أزمة داعش التي خلفها المالكي قبله، وترشيق الإنفاق الحكومي مع تقليل الفساد إلى أقصى حد ممكن لكي يوفر رواتب الموظفين. وكل الذي حدث ويحدث من هتافات ما هي إلا كلمات تمثل صوت الشعب أو ما بقي منه، لا وجود للإصلاح لأنه لم يخول له بعد ذلك. شكرا لكم على هذه التعليقات. ايش قد عندنا؟ نقدر ناخذ بعد تعليقين من دكتور عقيل. تعليق من دكتور عقيل. نعم استاذ احمد. عندي 30 ثانية. نعم، يعني أنا أعتقد على أن رسالة إلى السيد رئيس المجلس النواب، هذه الفرصة مؤاتية على أن تحتفظ بمكانتك ورمزيتك السياسية وتقدم استقالتك لمجلس النواب حتى يمضي ويلتئم مجلس النواب. ورسالة أيضا إلى السيد حيدر العبادي، أصبح واضحا عدم قدرتك أو أنه قد يكون ليس بإمكانك القيام بما عول إليك وفق القانون والدستور، فيجب أن تكون رجل مرحلة، إما أن تقود العراق بشكل صحيح وقوي وجدي وتنشط الكسل الذي تعاني منه، أو أنك تمضي مع الأخ سليم الجبوري وتقدم استقالتك حتى ينفتح المشهد السياسي ونحتفظ مقابل أستاذ محمد. عفوا أنا أتمنى دكتور عقيل يكون عادل بين الرسالتين، بين رسالة الدكتور سليم الجبوري وبين رسالة الدكتور حيدر العبادي. شو تريد عادل؟ يعني ينطي فرصة للسيد حيدر العبادي وما ينطي فرصة للدكتور سليم الجبوري. أتمنى يكون انصاف هذا الموضوع. عموما أنا بس راح أقول للدكتور عقيل التالي: شخصيا لن أكون جزء مع طرف ولا نتحمل الدم العراقي.
سأحضر إلى جلسة مجلس النواب الذي يدعي إليها رئيس مجلس النواب، سواء كانت بكابينة وزارية بدون كابينة وزارية، وراح أني أول الناس اللي يوقعون على استدعاء القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للحديث عن التدهور الأمني اللي حدث ببغداد. وإذا كان المجلس يلتئم بوجود سليم الجبوري، بعدم وجود سليم الجبوري سأكون جزء من مجلس النواب اللي أحفظ الأمانة الأهلي والناسي، ولن أكون طرف مع أي طرف في الخلافات. سيد محمد الحلبوسي شكرا جزيلا لك. دكتور عقيل عبد الحسين شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا موصول للسيد أحمد الأسدي اللي لحد الآن ما عرفنا شنو سبب غيابه، رحبنا به في البداية لكن لحد الآن ما وصل للاستوديو. إن شاء الله المانع خير. شكرا لكم مشاهدينا ونشوفكم باكر إن شاء الله.